ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده جايه اكلمكم عن العجان بتاعي. هو من كنود شيف اكس لارج، والواط بتاعه 1200 واط. كمان هقول لكم لو حابين تشتروا عجان في عامه، ايه الحاجات اللي لازم تركزوا عليها عشان تجيبوا عجان كويس. قبل ما نبدأ الفيديو عايزاكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بينزل في القناة. دلوقتي يا جماعة، ده العجان بتاعي ده في منه إصدارات كتير مختلفة. الإصدارات دي بتختلف آه، يعني بالملحقات اللي بتبقى معاه. يعني الملحقات هي اللي بتغير الاصدار بتاعه. يعني ده اللي انا جايباه ده من غير ملحقات، هو بيجي بس بادوات الخفق والعجن اللي بتيجي معاه بس كعجان. لكن في اصدار تاني بيجي معاه الشفشق بتاع الخلاط، اصدار تاني بيجي معاه الشفشق والمفرمة و بتاعة المكرونة متهيألي. واصدارات بقى بتختلف بالطريقة دي. كمان في اصدارات بتختلف بالوات. يعني هي كنود عندها وطات مختلفة في العجانات، بتبدأ من 900 واط، 1000 واط، 1200 واط، و1500 و1700 واط. اللي انا جايباه 1200 واط هو متوسط وحلو جدا لو انت هتستخدميه في البيت. آه، يعني كل كام يوم، يعني كل فترة هتستخدمي بقى اللي هو كل يوم، او بتحبي المعجنات كتير وبتستخدميه كتير، فتجيبي 1500 او 1700 واط. دي الحاجات اللي بتيجي معاه. ده اللي هو زي مضرب كده. و آه، لو عايزة تعملي كيكة بقى او تعملي اي حاجة بيه، ده كويس جدا. كمان الكف ده بتستخدميه اكتر للبسكويتات وللحاجات اللي هي بتبقى مش محتاجة عجن قوي. وده بقى اللي هو بيبقى عامل زي السنارة كده، ولا مش عارفة بيقولوا عليه ايه. ده اللي هو بتاع العجن. تمام. هو كمان بيبقى 5 سرعات، وفي سرعة تانية اللي هي بتبقى زي، عارفينها السرعة اللي انتي بتشغليها بايديكي مش بتبقى ثابتة. دي بتيجي معاه. انا الصراحة مش بشغله على اعلى سرعة خالص. انا بشتغل يا اما على 3 يا اما على 4، واكتر حاجة بشتغل عليها هي 3. بنصح اي حد يجيب العجان ده، تحفة جدا جدا، وهيشجعك تعملي حاجات كتير قوي في البيت ما كانش يخطر على بالك اللي انت ممكن تعمليها اصلا. كمان هكلمكم بقى لو حابين تشتروا عجان اصلا في العموم من غير كنود خالص. عامة يا جماعة، اللي يجي يشتري عجان لازم يركز على الواط بتاعه. يعني من اول 1000 وانتي طالعة. العجانات بقى اللي هي بتبقى 600 700 900، الحاجات دي كلها يعني ما تجيبهاش تماما. يعني ما تفكريش فيها اصلا، لان انت كده هتجيبي حاجة بواط قليل والموتور هيبقى بيتضغط، وممكن في اي وقت تلاقيه باظ منك. واقل عجان دلوقتي بمبلغ. فانا عندي ان انت تستني، لو مش معاكي المبلغ بتاع العجان ده تستني شوية وتبتدي تجيبي عجان يكون احسن. احسن ما تجيبي عجان وبعد كده يبوظ منك وتبقي عايزه تجيبي واحد تاني. فالعجان حاجه مهمه جدا للناس اللي بتبقى عايزه تعمل معجنات كتير وفطاير وبسكويت وبيتزا بقى والحاجات دي كلها. آه، صراحه حلوه قوي قوي، ما بياخدش وقت. بتلاقي العجينه طالعه طريه وبتتفرد معاكي بسهوله، وبتلاقي الحاجه طالعه يعني بجد عامله زي ما بتشتريها من بره بالظبط. طالما العجينة اتعجنت كويس، وطالما الحاجة اتعملت كويس واتلمت كويس، بتلاقي الحاجة طالعة معاكي حلوة جدا. فالصراحة العجان حلوة قوي ومهم جدا. كمان دلوقتي هوريكم الاماكن دي اللي بيجي يعني بتبقى الملحقات بتتحط فيها. ده مثلا بيتحط فيه الخلاط، وبيتحط فيه الكبة، وبيتحط فيه العصارة، وهنا بيتحط فيه المفرمة، وكمان الأداة اللي هي بتاعت المكرونة.
زي ما قلت لكم انتوا ممكن الاختيار الوحيد اللي ممكن تجيبوه مع العجان، لان مش هتستعملوه غير فين وفين، هو المفرمة. وصراحة حلوة جدا مفرمة كنود، فلو فكرتوا ان انتوا تجيبوها لوحدها هتبقى حلوة قوي. كمان لو فكرتوا ان انتوا تجيبوا الأداة بتاعتها اللي بتتحط في العجان، فهي برضو حلوة وبتعمل كذا حاجة. بس ما تجيبوش بقى ملحقات كتير قوي، يعني هو كفاية قوي ملحق تاني. احنا مش هنعرف نجيبه مثلا، لو مش هتعرفي تجيبيه بره لوحده، فيبقى مع العجان يساعد معاكي شوية في حاجات تانية يعني. العجان انا بقول لكم يعني كمان اهم حاجة يكون بياخد كمية دقيق كويسة. دي برضو من الحاجات الأساسية اللي تركزي عليها. يعني ما يكونش مثلا بياخد نص كيلو دقيق وانتي تحطي له كيلو دقيق فتقومي جايبه الموتور الارض. فلازم تركزي زي ما مكتوب لك كميه الدقيق اللي المفروض تحطيها، لازم تحطي زيها بالظبط. يعني مثلا انتي عايزه تعملي كميه دقيق كبيره، يبقى تجيبي عجان الواط بتاعه عالي، وتجيبي عجان بياخد كميه دقيق كبيره. انتوا مثلا افراد قليله ومش بتشتغلي بالعجان كتير، او ممكن تشتغلي عليه مره واتنين بدل ما تعملي عليه مره واحده العجينه، فممكن تجيبيه اقل وات اقل، وتجيبيه اللي بياخد دقيق اقل. بس انا بنصحك الصراحه باللي بياخد كميه دقيق كبيره والوات بتاعه عالي، عشان يقعد معاكي العمر كله. ما تفكريش بقى تجيبي خلاص عجان تاني، فاهمه؟ بس فاهمين قصدي؟ انا حاسه انا بكلم واحده صاحبتي اقسم بالله. بس فيعني اهم حاجه يا جماعه الاجهزه بتاعه البيت بالذات بتاعه اللي هي المطبخ، تركزوا ان كل حاجه تيجي بالموتور لوحده، يعني لوحدها. يعني ما تجيبيش الخلاط والهاند بلندر يعني والعجان والعصارة وكله كله كله في موتور واحد، فتيجي مثلا الحاجة دي تبوظ او ما تستحملش الجهد اللي بيحصل عليها، فتلاقي كل ده اتدمر عندك فجأة. فانا مش برشح ان انتوا تعملوا كده خالص. كل حاجة جيبوها بالموتور بتاعها لوحدها. هتدفعوا يعني فلوس اكتر، بس الحاجات دي هتعيش معاكم العمر كله، مش هتفكروا فيها تاني. ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واستنوا مني فيديوهات جديدة، وسلام.